Okay, look around you now. Where is the table? Where is the chair? Where is the pen? The pen is on the cup. The pen is under the cup. ايه الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي دلوقتي؟ اسمها preposition. preposition زي ايه؟ in, on, under, behind, beside, next to. فايدتها ايه؟ دي مهمة جدا في الانجليش عشان اعرف اتكلم عن اماكن الحاجة. لما حد يسألني فين الكتاب اعرف اقوله مكان الكتاب صح. مش اقوله هناك over there يعني، لا، هقوله الكتاب جنب الترابيزة، الكتاب تحت التلفزيون. فالpreposition دي مهمة. We will learn prepositions in English. They help us describe where something is. النهاردة هنتعلم حروف الجر بالإنجليزي علشان نقدر نرد على سؤال فين الشيء ده. أول preposition معانا النهاردة هو في. N يعني في. The book is in the bag. The book الكتاب is in the bag في الشنطة. There is a patient in the room. There is a patient in the room. يوجد مريض أو في مريض. There is a patient في الغرفة in the room. تاني preposition معايا هو on. on يعني على الشيء ملامس للشيء. on. The phone is on the table. The phone is on the table. يعني التليفون على الترابيزة. There is a cup on the desk. There is a cup on the desk. الكوباية على المكتب. There is a cup on the desk. under يعني تحت. تعالوا ناخد example. The shoes are under the bed. The shoes are under the bed. الشوز تحت السرير. The shoes are under the bed. There is a chair under the table. There is a chair under the table يعني الكرسي تحت الترابيزة. next to يعني جنب مباشرة. الشيء جنب الشيء مباشرة، مفيش حاجة، مفيش space ما بينهم. تعالوا ناخد example. The hospital is next to the school. The hospital is next to the school يعني المستشفى جنب المدرسة. is sitting next to me يعني هي قاعدة جنبي. اوكي، معانا كمان near يعني بالقرب من. near يبقى أنا قلت next to يعني لازق أو ملاصق للشيء. near يعني بجانب أو قريب منه لكن مش next to. يبقى عرفنا إيه الفرق ما بين next to وما بين near. next to near. طيب تعالوا ناخد example. My house is near the hospital. My house is near the hospital يعني بيتي قريب من المستشفى، بالقرب من المستشفى. There is pharmacy near here. There is pharmacy near here. There is pharmacy near here يعني الصيدلية بالقرب من هنا، قريبة من هنا. in front of عايزاكم تركزوا في حاجة. لما بيكون في ايه الفرق ما بين of و off؟ off اللي هي o و double f، لكن of اللي هي o f. خد examples على in front of. She is sitting in front of the mirror. She is sitting in front of the mirror. هي قاعدة أمام المراية. A tree stands
in front of the house. A tree stands in front of the house. between يعني شيء بين حاجتين. between شيء بين حاجتين. The bank is between the school and the hospital. The bank is between the school and the hospital. She is sitting between her friends. She is sitting between her friends. هي قاعدة بين أصحابها. يبقى between لازم يكون الشيء ده بين حاجتين، ما ينفعش يكون لوحده أو قاعد جنب حاجة. لو قاعد جنب حاجة هيبقى beside، هيبقى next to، هيبقى near، بس مش between. لو هو بين حاجتين هيكون between. Try to describe your room. Try to describe your room. Where is the bed? Where is the table? دلوقتي هتكتبوا السؤالين دول عندكم وتحاولوا تحلوهم. اوصفوا كل جزء في الأوضة بتاعتكم. الترابيزة فين؟ مثلا جنب الستارة. احنا خدنا النهاردة جنب يعني ايه؟ هل هي لازقة في الستارة ولا بعيد عن الستارة؟ يعني هحط next to ولا هحط near؟ فين الساعة؟ على الحيطة on the wall. يبقى احنا كده هنستخدم on. فين السرير؟ قدام ايه؟ فين المروحة؟ فين التكييف؟ ابدأوا اعرفوا الحاجات اللي انتوا مش عارفينها بالانجلش، ابحثوا عنها في جوجل ترانسليشن او اي حاجة تترجم لكم اللي انتوا عايزينه. لما تترجموا الحاجة بنفسكم وتكتبوها هتثبت في دماغكم. لكن جاست ان انتوا بس بتتفرجوا على فيديو او بتحاولوا تعلموا من فيديوز، ده كده بنسبة، يعني انا شايفة ان ده بنسبة 30%. انكم تكتبوا هوم ورك او تكتبوا اي موضوع related بحاجة انتوا شفتوها، حتى لو مفيش هوم ورك، وانتوا مثلا النهاردة مثلا اتعلمتوا verb to be، ابدأوا اكتبوا جمل عن الverb to be.